تخيل معايا كده انك بتشتغل وبتاخد 10000 جنيه في الشهر، ومرة قررت تستلف 2 مليون جنيه. طبعا هتقولي مجنون، ومين اللي هيديك الكارد ده؟ طب لو قلتلك ان في دولة مديونة باكتر من كده بكتير، بضعف ناتجها المحلي 12 مرة، ومع ذلك عايشة ومش مفلسة. مش بس كده، لا، ده الشعب كمان ما يقدرش يعيش من غير الدين ده. واسمع الجملة دي كويس: اليابان مش مديونة برغم الفقر، اليابان مديونة علشان الفقر. وتعالى نبدأ من الأول، من يوم ما الطوبة جت في المعطوبة. تعالى معايا كده سنة 1985. أمريكا زعلانة. طب ليه؟ عشان اليابان بتصدر كل حاجة، عربيات وإلكترونيات وأجهزة، وأمريكا بتستورد كل حاجة. مش بس كده، ده أمريكا كمان مديونة لليابان. فاتفقت أكبر الدول على اتفاقية اسمها بلازا. الاتفاقية دي خلت الين يرتفع قدام الدولار بنسبة 50%، والمنتج الياباني بقى غالي والصادرات وقعت. فالشركات اليابانية بدأت تتوجع. فالحكومة اليابانية قالت خلينا نعمل حاجة تحفز الشركات، وقامت منزلة الفايدة لأقل حاجة في التاريخ عشان الشركات تستلف رخيص وتستثمر. بس المصيبة بقى اللي حصلت إن الشركات ما قالتش هنستلف ونستثمر في مصانع، قالت لا، تعالى بقى نستلف الرخيص ده ونشتري أسهم وعقارات. نتيجة كده الأراضي ولعت، لدرجة إن ممكن كانت أرض صغيرة في طوكيو كانت ممكن تعادل ولاية كاملة في أمريكا. واللي أنا بقوله ده مش هزار، ده اسمه الفقاعة الاقتصادية، وزي ما احنا عارفين كل الفقاعات بتنفجر. وفي 1990 البنك المركزي الياباني فجأة خاف، قام رافع الفايدة. قامت الناس بدأت تبيع في الأسهم والعقارات، فسوق الأسهم نزل 60% في 3 سنين بس، والعقارات بقت تساوي نص ثمنها، وواحدة واحدة ما بقتش تساوي حاجة خالص. فطبعا الشركات فلست والبنوك اتكسرت، ومن هنا ابتدت العقد الضايع. بس الأهم إن اليابان وقفت عند مفترق الطرق، وبقى قدامها طريقين: الطريق الأمريكي والطريق الياباني. والطريق الأمريكي ده إن تخلي البنوك تفلس وتقعد 5 سنين كده تنظف السوق وبعد كده تقوم. أما الطريق الياباني إنها تنقذ الكل، بإنها تمنع أي بنك من الإفلاس وتحول ديون القطاع الخاص لديون حكومية. وبصراحة اليابان اختارت الطريق التاني، ودي كانت بداية الخراب الهادي. اليابان قالت أنا مش هخلي حد يفلس. طب إزاي؟ قالت لك أنا هضخ فلوس في البنوك، وهخلي الفايدة زيرو، وهفضل أطبع فلوس واشتري ديون نفسي. طب هل الدين اختفى؟ لا، الدين ما اختفاش. كل الحكاية إن الدين اتنقل من الخاص بقى حكومي. طب والشركات سددت فلوسها ازاي؟ بالفلوس اللي طبعتها الحكومة. طب والبنوك اتعالجت ازاي؟ برضه بالفلوس اللي ضختهم الحكومة فيها. لكن التمن هنا ان الحكومة بقت مديونة مكان القطاع الخاص كله، ومن هنا بقى الدين الياباني مش واقف ولا بينزل، ده طالع زي الصاروخ. ودخلنا في العقد التاني والتالت الضايع: اقتصاد زومبي. شركات ميتة بس مش عايزة تموت، وفرص شغل بسيطة، ورواتب واقفة والفايدة صفر. نيجي بقى للسؤال المهم: طب هي ليه ما فلستش؟ لأن العالم كان محتاج اليابان، والصين كانت لسه فقيرة، وأمريكا عايزة إلكترونيات رخيصة، وأوروبا عايزة عربيات ياباني. بس طبعا الصين كبرت وكوريا كبرت والتكنولوجيا بتتطور، واليابان واقفة زي ما هي. وطبعا بقى في بدايل. تعالوا بقى نيجي لجوهر المشكلة نفسه. القنبلة في اليابان مش حجم الدين، القنبلة كبار السن. اليابان عندها أقدم شعب في العالم، والمواليد قالوا كل سنة عندها في 500 ألف بيموتوا أكتر من اللي بيتولدوا. طب وإيه المشكلة يعني؟ إيه الخطر في كده؟ الخطر إن كبار السن هم اللي ماسكين السندات الحكومية، دول اللي أقرضوا الحكومة اليابانية فلوسها، ودلوقتي طبعا عايزين يتقاعدوا ويصرفوا على نفسهم. هيعملوا إيه؟ هيبيعوا طبعا السندات اللي معاهم. طب لو باعوا السندات مين اللي هيشتري؟ مفيش طبعا غير البنك المركزي. طب البنك المركزي هيجيب فلوس منين يشتري بيها السندات؟ طبعا هيطبع فلوس جديدة، فالين هينزل تاني، والتضخم هيرتفع، وقيمة مدخرات اللي لسه شغالين هتتبخر. ومش هيحصل إفلاس، لأ، ده هيحصل إفقار للشعب اللي كان أغنى شعب في العالم. النهاردة ديون اليابان وصلت لأكتر من 12% من ناتجها المحلي، والين وصل لأدنى سعر ليه من 34 سنة. والأول مرة من حوالي 17 سنة البنك المركزي يرفع الفايدة لأكتر من صفر. السؤال بقى: هل اليابان هتقدر تطلع من اللي هي فيه، ولا هنفضل نتفرج كده على أطول أزمة اقتصادية هادئة في التاريخ؟ عنوان الفيديو كان قنبلة الديون اليابانية، بس الحقيقة القنبلة مش هتنفجر فجأة. القنبلة بتتسرب ببطء من أكتر من 30 سنة، وإحنا شايفينها بعينينا.